هذا الرب الرحيم، هذا الرب العظيم، هذا الرب الكريم، يجب أن نحبب الأولاد إليه، نحبب بناتنا لربهم، نعلمهم كيف يشرح واحد حاله، بديل من أن يجلس مع أغنية أو يجلس مع صورة أو يجلس مع مسلسل أو يجلس مع فيلم أو يجلس مع مسرحية. ولا أقول امنع نفسك، خذ من هذا النصيب ما يناسبك إن كان هناك شيء ينفع، لكن أنت تريد مناجاة لأجل تغسل سخائم الروح وسخائم القلب. البعض يقول لك أنا مالي أحد زميل، مالي صديق، مالي صاحب أفضفض معه أتكلم معه. طيب ليه ما تتكلم مع ربك؟ ليه ما تخاطب معه؟ كل الناس اللي حولك، بل أحب الناس إليك يمكن يتخلى عنك، ممكن يحبك سنة سنتين 10، ثم تظهر ظاهرة فيتركك. لكن هذا المولى الذي خلقك والذي أوجدك والذي هو سبب نعمتك، ما عرفت توجد معه علاقة؟ عرفت العلاقات مع كل شيء إلا مع خالقك؟ وهو الذي يشير في كلامه سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المكروب ما له فك من كرب إلا من الله. الذي يحب شباب معلقين بمحبة عمياء هوجة بلا حس، ما بيعيده إلى صوابه إلا أن يجعل له لله سجدات، نموذج منها في الواجب الذي هي صلاة واجبة وعبادات واجبة، ونموذج منها يسموها خلوة. ساعة خلوتك مع حبيبك. يا أهل الدنيا كلنا نفكر لنا ساعات نسميها ساعات الخلوة مع من نحب، وكل واحد يعرف كيف المحبة اللي عليها شأن الناس في الظاهر. لكن عندما تكون أنت لك خلوة مع ربك، وهذه الخلوة مع ربك متى بتنفعك؟ تنفعك ساعة الموت. يقولون الإمام الجنيد أحد كبار رجال الزهد في هذا العالم الإنساني رؤي بعد موته، أحد رآه من الصالحين بعد موته، قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: ذهب تلك الشطحات وتلك النطحات وتلك الكلمات، ولم يبقى لنا إلا ركيعات كنا نصليها آخر الليل. هذا الوقت اللي كان خاص لله. وإذا تعلمنا هذه الساعة المباركة وعلمناها أولادنا وعلمناها بناتنا وعرفناهم سر هذا الفيض وعرفناهم سر هذا العطاء، أعطيناهم أفضل وصية. هذه الوصية التي تنفع الولد تنفع البنت في حالة الحرج، وقد لا يسمعك وقد لا يتبعك وقد لا يستفيد، دعه، لكن أوصيه، علمه، اكتب هذا في وصيتك، اكتب هذا في آخر ورقة تريد أن توصلها إلى أولادك. كيف يحافظون على الصلاة، كيف يحافظون على قيام الليل، كيف يحافظون على الصدقات، كيف يحافظون على محبة بعضهم البعض، كيف يحافظون على بر الوالدين، صلة الأرحام، دي وجوبا أنت يسمعها منك، ولو كان يعيش في أكبر مسجد ولا يدرس عند أعظم شيخ، دي مسألة أخرى، مسؤوليات أخرى. لكن مسؤوليتك أنت إما أن تعلم مباشرة في حياتك ولو لم يسمعك، أو أن تضيف ذلك في وصيتك، لأن ساعة موت الإنسان وانتقاله من بيته يحدث شيء آخر في المنزل، يحدث شيء آخر في الأبناء، يحدث شيء آخر في الأولاد والبنات والزوجات، لأنها تأتي صدمة معنوية سماها القرآن مصيبة الموت، تغير الحسابات عند الكبير، عند الصغير، عند الذكر، عند الأنثى، فيبحثون عن وصية أبيهم. لكن ما عرفوا له وصية، يتذكرون ماذا قال قبل موته، يتذكرون ماذا قالت الأم، إيه اللي كانت تحرص عليه، الذي كانت تحبه، لأن انقطع الرجاء في المخاطبة الذاتية، انقطع الرجاء في أنه يراه أو يسمعه أو يسمع هيمنته عليه، يرجع للوجدان ويرجع للتفكر فيما كان عليه، فتبقى وترسخ هذه الآداب التي كان يسمعها. ولهذا يشير الحبيب في هذا المعنى من الأدب ويقول: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. وهو في عمر 7 سنين مهمتك أنك تذكره بالصلاة تذكير، وإذا بلغ إلى 10 تضربه على ترك الصلاة، وإذا بلغ 15 و20 تدهن ظهره، تزيد في الكلام معه، تزيد في التوجيه، لأنها عبارة عن مراحل، حياة الإنسان مراحل. فإذا وجد التوجيه في 7 تهيأ لل10، وإذا لم يفهم في 10 لأنها تستيقظ عنده الشهوات في 10 سنين وما فوق، يجب أن يكون هناك ضرب لأجل إيجاد التوازن في الطبع البشري والطبع النفساني للإنسان. الآن أخذت بالأولاد والبنات والنساء والكبار قضية حالة النفس،
يقول لك أنا ما أقدر، أنا عندي إحباط، أنا عندي اكتئاب، أنا محتاج، أنا شكلي، أنا شاني. نتيجة أن ما غرسنا فيهم تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وين هو تقوى القلوب؟ يبيعوه في أي مدرسة، يدرسونه في مدرسة يسموه تقوى القلوب. هل يوجد تقوى القلوب؟ عندنا تقوى الجوارح متوفرة، تقوى الجوارح متوفرة، لكن تقوى القلوب ما تتأتى إلا بقيام الليل، ولا تتأتى إلا بذكر الله، ولا تتأتى إلا بدوام الصلاة على رسول الله، ولا تتأتى إلا بعظمة معرفة شعائر الله. تأتي معاني تقوى القلوب. هكذا نأمل ونرجو بإذن الله أن نعتني بأولادنا، ونعتني ببناتنا، ونعتني بمن يأتي من ورائنا، حتى نورثهم ما أورثوه لنا أهلنا وأسلافنا الصالحين، سواء كانوا آباءنا وأمهاتنا أو كانوا أشياخنا وعلماءنا. فإن أمة محمد من صفاتها توارث الخير جيل بعد جيل.